وسهلا فيكم متابعيني على قناتي بوصفة جديدة. وصفتنا اليوم هي وصفة سورية بامتياز، وصفة رائعة، وصفة طبولة البرغل الباردة، مقبلات جميلة جدا. أنا راح أحضر كوب ونصف من البرغل. هيدا الكوب ونصف للبرغل خلطته برغل خشن وبرغل ناعم، غسلته صفيته من المي، رجعت ضفت عليه تقريبا 3/4 الكوب الماء ساخن لحتى تنفش حبة البرغل معنا. وبعد منها ضفت عليه ملح وكمون ونعناع يابس اكيد. من بعدها ضفت عليهم ملعقة دبس بندورة او تدبس طماطم، صلصة طماطم. من بعدها دبس فليفلي، ممكن نحط حار، هيدا الشي اختياري، واكيد دبس رمان، وحاحط عليهم حامض ليمون من بعدها، وهيدا شي اختياري حسب الرغبة. والملح اكيد. حاخلطهم وحغطي البرغل واتركه لحتى تنفش حبة البرغل بطل تقرط. اكيد هون ضفت عليهم زيت الزيتون. ان حسينا البرغل نشف معنا وبعد حبة البرغل بعد عم تقرط، حنرجع نضيف عليهم مي ساخنة او مي فاترة كرمال تنفش حبة البرغل على الاخر. تقريبا بياخد وقت ساعة. بهذا الوقت نحن بنكون عم نحضر الخضرة اللي رح نحطها بالبرغل. متابعيني ان كنتم جداد على هيدي القناة فياريت تضغطوا زر الاعجاب وزر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس. هون بعد ساعة ونصف فرمت انا هون بقدونس ناعم، ممكن نحط نعناع اخضر. انا هون حطيت بصل اخضر كمان، بقدونس، بصل اخضر، شوي ضفت ملفوف كمان مفروم ناعم. الملفوف اختياري بس انا حسيته كتير لبق مع هيدا الطبق. بحرك هون ولازم حركهم بقوة، وممكن مثل ما بندعك البرغل تبع الكبة فينا نعمل هيدا البرغل كرمال تكون البرغل معنا مش كل حبة بحبتها. وطريقة التقديم هي طريقة اختيارية، انا هون قدمته بالخس، بيتاكل بالخس، وممكن نقطع ورق ملفوف ورق صغير ونسلقه بالمي بيطلع طعمته كتير طيب. وممكن نحضرها، ممكن نحط ورقة خس ونحط التبولة الباردة بقلبها ونقدمها مع اي صحن مقبلات تاني. وبتمنى تكون الوصفة تكون عجبتكم، والف صحة وهنا. يا ريت تضغطوا زر الاعجاب والاشتراك وتعطوني رأيكم بالتعليقات. الى اللقاء.